هزيمة فريق الطايرة أمام الزمالك، يا لها من مأساة للأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدت الساعات الأولى من صباح اليوم خسارة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام الزمالك في المباراة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري. هذه النتيجة تستوجب إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل المسابقة، وهو ما يزيد من حماس الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب. عودة مارسيل كولر إلى القاهرة. من المقرر أن يعود مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى القاهرة مساء الأربعاء بعد قضاء أجازة قصيرة في بلاده. هذه العودة تأتي في وقت حساس، حيث يستعد الفريق لخوض مباريات مهمة في البطولات المحلية. يغيب اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عن تدريبات الفريق التي تأتي في إطار التحضيرات لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس الرابطة المصرية. غياب اللاعب يثير بعض التساؤلات حول جاهزيته للمباراة القادمة أم لا. مشاركة الأهلي في كأس الرابطة. أكد الأهلي مشاركته في بطولة كأس الرابطة، حيث سيواجه فريق إنبي البترولي يوم الخميس المقبل الساعة 9:30. المباراة ستكون فرصة لاختبار جاهزية الفريق وإعطاء بعض اللاعبين فرصة للمشاركة. مفاوضات مع يحيى عطية الله. دخل الأهلي في مشاورات جادة مع المغربي يحيى عطية الله، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوف بصفقات جديدة تدعم طموحاته المحلية والقارية. المدرب مارسيل كولر يدرس الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه الصفقة. يعيش النادي الأهلي فترة مليئة بالتحديات، سواء على مستوى البطولات أو الانتقالات. عودة المدرب كولر واستعداد الفريق لمباريات الدوري وكأس الرابطة، بالإضافة إلى الصفقات المحتملة، تجعل الأيام المقبلة مليئة بالإثارة